فريقك مو ماكينة، إذا ما شحنته بيتعب بيتراجع وممكن يوقف. المبيعات مو أرقام وبس، المبيعات طاقة، ولما طاقة الفريق بتنزل النتائج بتنزل معها مباشرة. شحن الفريق مو خطابات ولا اجتماعات طويلة، الشحن الحقيقي بيعني تدريب مستمر، بإنك ما تترك الموظف يتعلم بالصدفة بل تدعمه بدورات منتظمة. مثلا كل شهر ورشة عن مهارة جديدة، مهارات تواصل، إدارة وقت، خدمة عملاء. تحديات بتحرك الجو، منافسة صحية بين الفريق ترفع الحماس وبتكسر الروتين، مثل تحدي مبيعات أسبوعي، واللي بيحقق أعلى نسبة مبيعات له جائزة. وبيئة إيجابية بيعرفوا فيها أنهم جزء مهم من اللعبة، مثل إشراكهم بالقرارات الصغيرة، الاحتفال بنجاحاتهم، سماع اقتراحاتهم وتنفيذ بعضها. رح أحكي قصة واقعية. شركة سيلز فورس لاحظت إنتاجية الفريق بدأت تتراجع. بدل ما يضغطوا عليهم عملوا برنامج أسبوعي للشحن الذهني والنفسي، جلسات تطوير، تحديات بسيطة، ومساحة بيلتقط فيها الموظف أنفاسه. النتيجة ارتفعت المبيعات 37% خلال 3 أشهر. الخلاصة، الشحن الحقيقي للفريق هو دمج التدريب والتحفيز ضمن بيئة صحية فيها احترام وتقدير دائم.